صباح الخيرات والجمجميات. لو سألتك انت بتشتغل ليه؟ بنسبة كبيرة هتقول لي عشان الفلوس. يعني انت كده بتشتغل عند الفلوس، موظف عند الفلوس. انا بقى النهاردة جاي اقول لك ازاي تخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. اهلا بيكم في جمجميات. احط فلوس في البنك ولا اخليهم معايا في الحفظ والصون؟ السؤال اللي اي حد محوش قرشين على جنب بيسأله وبيبقى حيران يعمل ايه بالفلوس. ووسط الاراء المختلفة دي ناس كتير بتطلب مني النصيحة، يعملوا ايه؟ وهل فعلا اللجوء للبنوك افضل اختيار زي ما دايما انا بنصحهم؟ تعالوا نشوف البنوك تقدر تعمل ايه وقرر انت في الاخر. انا عارف ان بعض المعلومات اللي هقولها دلوقتي هتكون معروفة لكتير منكم، لكن كالعادة هتلاقوا عندي الجديد برضه. طيب ايه انواع الحسابات والاوعية المختلفة؟ يعني اول حساب عندنا الحساب التقليدي اللي هو الحساب الجاري. الحساب ده بتدير منه فلوسك بالشكل المعروف، تودع قرشين تسحب قرشين، وغالبا بيبقى من غير عائد او فوائد، لكن الميزة بتاعته انه بدون حد ادنى. طيب في حساب ايه تاني؟ حساب التوفير. ده حساب تقدر تودع فيه وتسحب منه زي الحساب الجاري بالظبط، لكن في ميزة مختلفة، انه بيدي فايدة او بيعمل لك عائد سواء شهري او ربع سنوي او سنوي، وفي بعض البنوك بقى فيه عائد يومي كمان. العائد بيتغير كل فترة على حسب الاسعار اللي بيعلن عنها البنك المركزي، وبيوصل في بعض الاوقات ل 18% زي ما احنا دلوقتي اسعارنا موجوده في حسابات التوفير. ثالث نوع من الحسابات الشهادات، بتودع مبلغ لفتره محدده، بتبقى على الاقل سنه وبتوصل لغايه 4 أو 5 سنين، وبتاخد عائد ثابت ومضمون طول مده الشهاده. يعني عائد مضمون تقدر تنظم حياتك عليه حتى لو اسعار البنوك قلت في اي وقت خلال مده الشهاده. الودايع بتبقى نفس سمات وخصائص الشهادات، لكن بتبقى على فترات اقصر، اقصاها بيبقى حوالي سنه. في كمان صناديق الاستثمار، ببساطه فلوسي على فلوسك على فلوس ناس تانية، كلها بتتحط على بعض في صندوق بيديره متخصص عنده خبره. ونروح بقى لاهم اولويات الدوله والقطاع المصرفي، الشباب. اهم شريحه النهارده كل البلد بتحاول تدعمها. ليه؟ لضمان استمرار التنمية في المستقبل، لأنهم هم اللي هيكملوا المسيرة بمجهودهم، وبيهم هتستمر خطط التنمية والنمو. عشان كده الدولة عاملة مبادرات مع البنوك مخصوصة للشباب، ودايما وراهم، وبتديهم مميزات في فتح الحسابات كبيرة جدا وبإجراءات بسيطة جدا. ودي من الحسابات اللي أنا كأيمن بحبها جدا وبدعمها، وبقى عايز كل الناس تركز معاها، لأنه امتداد لجيل جديد بيتعلم الادخار والتعامل المالي من بدري، بيخش جوه المنظومة المصرفية وبيتعامل بالقنوات الإلكترونية بشكل كبير. في بعض البنوك بيبدأ سن فتح الحساب للشباب من 15 سنة، والهدف الحقيقي منها إنه يبقى في علاقة بين الشباب والبنك من بدري. أكيد كل أب وأم فاهمين الإحساس الجميل لما يشوفوا ابنهم أو بنتهم بيحوشوا ويودعوا فلوسهم بنفسهم ويسحبوا ويتعاملوا من خلال القنوات المختلفة والقطاع المصرفي. مبادرات حسابات الشمول المالي ودي متاحة لكل شرائح المجتمع، حتى اللي بدون عمل أو لا يجيد القراءة والكتابة. مش محتاج بس غير البطاقة وتقدر تفتح الحساب بدون حد أدنى وبدون مصاريف إدارية. نيجي بقى للمحافظ الإلكترونية، ودي تقريبا مش محتاجة شرح مني كتير، لأنه ناس كتير عندها محافظ إلكترونية، وده معناه إن المعاملات الرقمية بتزيد والتعامل بالكاش بيقل، وهو ده التوجه اللي كلنا عايزين نتعامل. الموبايل بانكينج ده تطبيق بتنزله على التليفون المحمول، وتقدر من خلاله تدير حساباتك وتقدر تعمل كل معاملاتك المالية من خلاله وانت قاعد على الكرسي ده زي كده، وانت بتشرب ايه؟ قهوة. انا خلصت معاملة بنكية
انستا باي. انستا باي بقى ده نقلنا في حتة تانية خالص في التعامل الرقمي. فعلا مشروع ومبادرة وتطبيق خلانا نروح في حتة تانية خالص في موضوع التحويلات. كان الأول التحويل بدل ما كان بياخد يومين و3، النهاردة بيتم في لحظة بضغطة زرار. نقلة كبيرة بجد ساهمت في تقليل التعامل بالكاش. نروح بقى للبطاقات المختلفة اللي بتصدرها البنوك. في كذا نوع من البطاقات البنوك بتصدرها. أول بطاقة بطاقات الخصم المباشر، اللي هي بالإنجليزي ممكن تسمعها ديبت كارد. دي البنوك بتصدرها على الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبتستخدمها في التعاملات اليومية لدفع مصاريفك أو تدفع بيها قيمة مشترياتك من خلال نقاط البيع المباشر، اللي هي يعني ببساطة المكن اللي موجود في المحلات وعند التجار. وممكن طبعا تستخدمها في سحب احتياجاتك النقدية من ماكينات الصراف الآلي. تاني نوع من الكروت هي الكروت المدفوعة مسبقا. دي كروت بتتشحن بمبالغ معينة علشان تقدر تستخدمها في الشراء أو في دفع مصاريفك المختلفة، ومفيدة جدا لأولادنا، لأن بدل ما يستخدموا كروتنا الأساسية أو نديهم مصروفهم الشهري فلوس يا تتسرق يا تضيع منهم، احنا كده بنأمنهم ونعودهم انهم يتعاملوا من غير كاش. شفتوا بقى في مميزات قد ايه لو فتحت حساب في البنك وبدأت تتعامل معاه؟ ده غير طبعا التمويل اللي لو احتاجته في يوم من الايام هتلاقيه لو ليك تعامل دوري ومرضي مع البنك بتاعك. بس هنتكلم في الموضوع ده وتفاصيله في الحلقة الجاية ان شاء الله. في النهاية بطلب من كل واحد شاف الحلقة انه يفتح حساب له ولاولاده، ويحاول يقنع كل اللي يعرفهم انهم يفتحوا حسابات في البنوك، لانكم هتستفيدوا جدا 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 مع الوقت. ده غير ان انتوا هتساعدوا وتفيدوا الاقتصاد وتفيدوا البلد. واللي ما شافش الحلقة بتاعتي الاولانية بطلب منه انه يرجع يشوفها وهيفهم انا قصدي. سلام عليكم.